السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. نبداو على بركه الله في حلويات العيد. انا جينيرالمون ما نبغيش نبدا على البكري، يعني نبغي نخلي اليوم تتوالى. قلت نشارك معاكم بعض الوصفات اللي راح نحضرهم في العيد، كما هاد لي طاغتولات على هاد الشكل المربع بواحد الحشو رائع. نبداو مباشرة في العجينة. لهنا عندي 250 غرام مارغرين تكون طرية بحرارة المطبخ، عندي حبة بيض وواحدة صفار، نص كاس سكر ناعم، ربع كاس زيت، لافاني وقرصة نتاع الملح، فرينة ولا ليفور ولا خميرة الكيميائية. نفرغ لافاني على المارغرين ونضيف السكر الناعم، ولازم نغربلو مليح باش ما يخليليش هذوك الحبيبات، ونبدا نخلط مليح حتى يتجانس الخليط بهذه الطريقه ويذوب السكر. لازم تحصل على قوام يكون كريمي. راح نضيف الزيت ونخلط مليح حتى يتجانس الخليط. هنا ممكن تخلطوا بالباتر ولا بالخلاط اليدوي، يعني يبقى اختيار لكم. نخلط مليح ونضيف البيض. انا كما قلت لكم حبه بيض وواحده صفار باش يجيني الكاطو نتاعي يجيني هشيش. نخلط مليح حتى يتجانس ونضيف الفرينه. نفرغ الكاس الاول. هنا الفرينه لازم تكون مغربله هي تاني، ونضيف رشه صغيره نتاع الخميره الكيميائيه، ما تكتروش بزاف باش ما يطلعوش لي طاغتولات بزاف. ونخلط مليح حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. هنا من شكل كريه تكون متماسكه. راح نخليها نص ساعه ترتاح ونجي نخدمها. ممكن تخدموها مباشره، يعني انا خليتها ارتاحت شويه. بالنسبة للمول استعملت هادو الشكل المربع، يعني ممكن تستعملوا أي مول عندكم. ندير كرية من العجينة ونحطها في وسط المول ونبدأ نشكل بهذه الطريقة ونقلع أطراف العجينة. ونثقبهم بالفرشيطة ولا بالكوردون. نكمل بنفس الطريقة وندخلهم الفرن على 180 درجة. لهنا راح يتنحاو بكل سهولة. هاد الكمية خرجت لي 70 حبة. هنا هاد الحبة كانت مكسرة، شوفوا القوام تاعها يجي هشيش. بالنسبة للتزيين استعملت هاد الترانسفير تاع الشوكولا، ذوبت كمية من الشوكولا ونجي نحط في الوسط. هنايا لازم الترانسفير تاعكم لازم تنقيوه مليح وتمسحوه بكتانة ولا بسيرفيات نتاع المطبخ. لازم تمسحوها مليح باش ما يبقاش مطاشي، فهمتوني؟ وباش يجي الشكل نتاعها متحوف ويجي يبري. هنا خليتها جمدت مليح. ونروحوا للحشو. بالنسبه للحشو لهنا جبت كاس نتاع كوفريط يكون مرحي. انا استعملت جو نتاع الفاني، ممكن تستعملوا اي ذوق. درت نص كاس مكسرات، كان عندي كاوكاو محمص ومرحي، كميه من حلوه الترك ولافاني. هنا الكميه ما نتقيدوش بكميه محدده، يعني على حسب الحشو اللي على حسب الكميه اللي حضرتوها نتاع لي طاغتولات. نحل مليح هذيك حلوة الترك ونفتت، نزيد نفتت الكوفريت بهذه الطريقة. وراح نضيف كريمة البندق نتاع المرجان، ممكن تستعملوا اي كريمة عندكم، كما ممكن تعوضوها بالشوكولا الذائبة ولا ديروا النص بالنص، يعني ديروا نص كريمة عفوا كريمة البندق، وديروا النصف الثاني شوكولا ذائبة. كما تقدروا تضيفوا المارغرين ولا تضيفوا الكراميل
هنا نخلط مليح الكريمة لأنه كان الزيت من الفوق، وندير حوالي 2 ملاعق على حسب الحشو. هنا جاني شوية ناشف، من درت 2 ملاعق على هذيك زدت الكريمة. ما لازمش يجي الحشو، ما لازمش يجي ناشف باش يلصق في لي طارطولات. هنا نخلط ونشوف اذا يخصني نزيد. هاد الحشو ما كفانيش الكامل لي طارطولات، يعني ما كفانيش 70 حبة، جاني غير النص. قلت نخليه حتى يبقى نهار ونضيف الكمية اللي بقات باش تبقى البنة نتاع الحشو فيه. اذا كما راكم تشوفوا نجي نعمر لي طارطولات نتاوعي، ندير كمية نتاع الحشو في الوسط، ونضيف شوية نتاع كريمة البندق، ونلصق بهذه الطريقة، يعني طريقة سهلة وسريعة وجاب بزاف بنين بهذا الحشو. مالف ندير بكابريس ولا ندير كاوكاو، ولكن قلت نبدل هذه المرة وجاب بزاف بنين. هنايا من ديروا كريمه البندق ديروا غير في الوسط، ما ديروش في الاطراف باش من تلصقوا الشوكولا ما تخرجش في الاطراف. بهذه الطريقه ندير كميه غير صغيره، ما تكتروش بزاف، ونلصق. لهنا بعد ما كملت راح نزينهم بهاد الحبيبات نتاع الكفرات، يعني التزيين يبقى اختياري. هنا شوفوا القوام نتاعها من الداخل كيفاش جا، يعني جا رائع، والشكل جا متحوف. شوفوا لي هذاك الشكل، يعني جا رائع. اذا هذه هي الوصفه نتاعي نتاع نهار اليوم. هذه هي الاولى اللي بديت بها. ان شاء الله راح نشارك معاكم وصفات اخرى اذا قدرني ربي، يعني نشوف على حسب الوقت. اذا قدرت ان شاء الله ندير المونتاج تاع الفيديو ونحط لكم، يعني التصوير يشد بزاف الوقت، على هذيك ما وليتش نحط الفيديو في نفس النهار، فهمتوني؟ دونك خلوا لي رايكم في التعاليق، اذا حابين نحط معاكم وصفات اخرى قولوا لي. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم ولا فامي. الى فيديو اخر ان شاء الله.